تفتكر ليه الراجل ده بيرمي هدومه في البحر بالشكل ده؟ هل هو مثلا زهقان وبينفس على نفسه؟ لأ خالص، هو في الحقيقة بيغسل هدوم. البحارة بيقعدوا أسابيع وشهور في البحر، شغلهم مرهق والعيشة صعبة. مفيش غسالة على المركب، وكل نقطة مية عذبة متخزنة للشرب والأكل، مش للغسيل. فعملوا حيلة غريبة جدا، يربطوا الهدوم في حبل ويروحوا مرجحينها بكل قوتهم ويرموها في البحر، والمركب وهي ماشية بسرعة الأمواج والتيارات تلف الهدوم وتخبطها يمين وشمال كأنها جوه غسالة طبيعية، تشيل العرق والملح والزيت. كل ما المركب تسرع الغسلة تبقى أقوى، وبعد كام دقيقة الهدوم تطلع شبه جديدة. وسموا الطريقة دي غسالة البحر، من غير كهرباء ولا مسحوق، بس بقوة البحر وذكاء البحارة اتعلموه من حياتهم وسط البحر. قول لي انت بقى ايه رأيك؟ هل الفكرة دي فعلا عملية؟ وهل البحارة الحديثة بيستخدموها ولا عندهم غسالات كهربائية؟ لو انت شغال في البحر يا ريت تجاوب لنا على السؤال ده. واخيرا لو عجبك الفيديو اضغط لايك وشير وتابعني وانتظر المزيد. شكرا.